يا سلام على الشكل والريحة والطعم، حاجة كده مش هتبطلي تعمليها. هعمل معاكم النهاردة أجنحة الفراخ بطريقة جميلة جدا، هتعجبك وتعجب أولادك وجوزك. طريقة سهلة وبسيطة، بس ياريت لو الوصفة النهاردة عجبتك ما تنسيش دعمي بالشير واللايك. شايفين السوا بتاعها ممتاز جدا وطعمها ملهوش حل. يلا بينا ندخل على الوصفة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا معايا النهاردة 3 كيلو من اجنحة الفراخ. هحط لهم بقى شوية من الملح وشوية من عصير الليمون، وهسيبهم كده يتنقعوا لمدة ساعة. يلا بينا نحضر الوصفة. معايا بولة فاضية زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اجهز وصفتي. شوية من المية الدافية و2 مكعب مرقة دجاج، هنزل بيهم كده في البولة. وبعدين هحط معلقة من ملح الليمون ومعلقة من ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا البديل بتاعه طبعا الملح العادي. معلقة كبيرة من الثوم البودر ومعلقة كبيرة من البصل البودر. قلبي بقى الخليط كويس جدا. 3 معالق من الصلصة. وصفة جميلة جدا وهتعتمديها في كل مرة تحبي تاكلي أجنحة الفراخ. معلقة كمان كبيرة من الباربيكيو. وكمان معلقة من صويا صوص الغامق. تمام. قلبي بقى الخلطة كويس جدا وانزلي بشوية من الصوص الحار، طبعا اختياري، لو مش حابة تحطيه خلاص، ولو حابة تستبدليه بالشطة العادية بتاعتنا مفيش اي مشكلة. خلاص بقى انا كنت غسلت الاجنحة وصفيتها كويس. هنزل بقى بالخلطة الرهيبة بتاعتنا دي وهبتدي بقى اقلبها كويس جدا. انا هقلبها بايدي عشان الخلطة تدخل جواها كويس اهو. هدخلها بقى في التلاجة من بالليل، وبعدين هنبتدي بقى نجهز صاج كده كبير، طبعا ده حسب الكمية اللي عندك. هنمسحه كده بمعلقة من الزيت وبعدين هنبتدي نحط عليه ورق الزبدة. تمام كده. هبتدي بقى ارص الاجنحة بتاعتي. طريقة جميلة جدا. انا والله عمري ما كنت باكل اجنحة الفراخ ولا حتى كنت بدخلها بيتي. من بعد الوصفة اللي انا عملتها انا تقريبا ما باكلش غيرها دلوقتي. جميلة جدا وملهاش حل. هنجهز بقى الصوص اللي هنحطه على الوش. معلقتين كبار من الصلصة ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وكمان هنحط عليهم معلقة من الزيت. هنبتدي بقى ندهن الوش بتاعه كده. انتي من جمالها مش هتصدقي ان دي اجنحة فراخ عادية كده بناكلها. تلاقي طعمها جميل جدا وريحتها جميلة، وبصراحة الخلطة اللي احنا عاملينها خليتك ما تستوعبيش ان دي اجنحة فراخ خالص اهو. على درجة حرارة بقى متوسطة، وهبتدي بقى ادخل الصاج بتاعي. هجهز بقى معاكم حاجة بسيطة كده لحد ما الأجنحة تستوي. حطيت حلة على النار وهنزل عليها بمعلقة من السمنة. أنا هعمل رز بالخضار، حاجة كده بسيطة جنب الأجنحة. أنا مجهزة معايا بسلة وجزر وكمان فلفل ألوان. هبتدي بقى أشوح فيهم كده. الله على الريحة. أول ما يدوني اللون الذهبي هبتدي أنزل عليهم على طول بالرز مغسول ومصفياه كويس. تمام. جهزي شوربتك بقى ويلا على الحلة. هنغطي الحلة
ونروح بقى نحضر الصوص اللي هنحطه على الأجنحة بعد ما تطلع من الفرن. تعالوا نشوف معانا ايه. معايا معلقة من السمنة، سخنيها كويس وانزلي عليها ب3 معالق من الصلصة. الصوص ده بقى تركية جميلة هتخلي الأجنحة طعمها جميل جدا. معلقة العسل اللي أنا بحطها دي اختياري، هي تركية حلوة برضو وهتديها طعم جميل، بس لو مش حباها مفيش مشكلة نستغنى عنها. تمام. هنقلب بقى. وهنبتدي بقى ننزل كمان بمعلقة من الباربيكيو، معلقة صغيرة مش كبيرة قوي. وهنكمل تقليب. وهنا بقى معلقة من دبس الرمان. وجهزي بقى الصوص الحراق اهو، برضو زي ما قلتلك ده اختياري، لو مش حابة ما تحطيهوش. تمام. طلعت بقى الأجنحة من الفرن زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. والله ما قادرة اقول لكم الطعم والريحة حاجة كده ملهاش حل. جربيها بس بنفس التركات اللي انا قايلالك عليها. شايفين؟ دايبة خالص، طعمها ملهوش حل اهي. هبتدي بقى اجهز معايا حلة عشان ارص فيها كل الاجنحة دي اهو. حلة بقى، وجهزي بقى ايه الصوص بتاعك. حطي بقى الصوص بتاعك اللي انت عملتيه على الاجنحة، وتعاملي مع الحلة دي على انها كيس حراري. ايوه كده بالظبط. يلا بقى نقدمها زي ما انتوا شايفين. انا حطيت الرز اللي انا عاملاه بالخضار، وهبتدي بقى اعمل شوية حركات كده على الاجنحة من فوق، حاجة كده بسيطة وبالهنا والشفا. اكيد لو عجبتك مش هتنسيني في الشير واللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.